لو انت قللت من نفسك قصاد شخص وعايز ترجع حقك وترد كرامتك وتخليه هو اللي قليل، يبقى اعمل الخدعة دي. دايما الشخص اللي انت بتبقى قللت من نفسك قصاده بيبقى هو اللي سابك، وهو اللي عاملك وحش، وهو اللي رافضك في حياته، وهو اللي انت بتجري وراه. فازاي بقى نعكس كل ده في خطوة واحدة؟ هقولك ازاي. الخطوة اللي انت هتعملها ان انت هتكلم الشخص ده وهتقوله ان انت عايز تشوفه ضروري. طبعا الشخص ده هيتنك عليك وهيقولك ليه، هو مش خلاص؟ طب عايزني في ايه؟ طب قولي دلوقتي، طب مش هينفع، وهيرفض بأي شكل. فانت بأي شكل من الاشكال لازم ان انت تخليه يوافق، وتعرفه ان دي اخر مرة انت هتشوفه فيها، وان انت عايزه في حاجة مهمة. ساعتها هيوافق. فانت هتعمل ايه؟ هتقفل معاه وانت مأكد على الميعاد وكل حاجة، وبعدها لا هتروح ميعاد، ولا هتتصل بيه، ولا تبعت له مسج، ولا اي حاجه. انت كده عرفته ان انا كان عندي فرصه ان انا اشوفك، وكان ممكن الفرصه دي تبقى الوحيده ليا اللي يبقى فيها اي امل او اي رجوع لينا، وانا اللي رفضتها وطنشتها بمزاجي. يعني انت ولا حاجه بالنسبه لي. لا واستنى كمان، ده ممكن يتصل بيك في وقت الميعاد لما انت ما تروحش. ساعتها رد عليه وقول له اوف، ده انا نسيت خالص وخرجت مع اصحابي، ازاي حصل كده؟ بجد انا اسف جدا. يبقى انت كده كل الاخطاء اللي انت عملتها في حق نفسك مع الشخص ده صلحتها بالموقف ده، وكمان عرفته ان انت كنت قادر ان انت تروح وتحاول ان انت تعمل محاولة ان انتوا ترجعوا لبعض، وانت اللي رفضت. يعني يعتبر ان انت اللي رافض ترجع له مش العكس. ومش لازم الموقف ده بعينه هو اللي يتعمل مع الشخص ده، انت ممكن علاقتك مع الشخص ده يبقى لايق عليها مواقف تانية تعملها. المهم في النهاية ان لازم الموقف يكون فيه ان انت بتوعد الشخص ده بحاجة وبتديله ميعاد معين، ويبقى الشخص ده عارف ومتأكد ان انت بتحلم بالحاجة دي وبتحلم ان انت تعملها، وفي الاخر ما تعملهاش.